بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. من الحفل المقام بديوان آل عطية جميعا، نزلة القاضي الجبيرات، مركز طهطا، محافظة سوهاج. ومقيم بهذا الحفل الحاج عز عبد الحميد عطية، احتفالا بفرحة المعلم محمد عز عبد الحميد عطية. اللهم إني أسألك أن تبارك هذا الحفل وأن تتم الفرحة على خير من أدى به حفلنا على بركة الله. القرآن الكريم من قارئ صعيد مصر فضيلة الشيخ عز خلف شاكر، المقيم بقاو غرب، مركز طيمة، محافظة سوهاج. وبعد لحظات نعيش مع الوعظ والوعظ مع فضيلة الشيخ محمد قرنة. وكل عام وأنتم بخير جميعا. العاقبة عندكم في المسرات. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الجمع الكريم، جئنا وجئتم لنحيي هذا الحفل الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى للعروسين أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، إنه على كل شيء قدير. أيها الجمع الكريم، يقول ربنا جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج آية من آيات الله عز وجل، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأنه ينظم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من العفاف والطهر والشرف. لذا قال ربنا جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الزواج آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأنه ينظم العلاقة بين الرجل والمرأة، ولأنه سبب لاستمرار الحياة على وجه الأرض. لذا يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. الزواج آية من آيات الله عز وجل، لأنه يقي الإنسان
من الوقوع في معصية الله عز وجل. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي المقدرة أي الاستطاعة فليتزوج. لماذا؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الزواج آية من آيات الله عز وجل، لأنه يقوي الروابط بين الأسر وبين العائلات، بل وبين البلاد والدول. لذا قال ربنا جل وعلا: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وهذا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بأهل مصر خيرا. يوصي نبينا صلى الله عليه وسلم بنا خيرا. استوصوا بأهل مصر خيرا. لماذا يا رسول الله؟ لأن لهم ذمة ورحمة، وفي رواية لأن لهم نسبا وصهرا. فهاجر أم نبي الله إسماعيل وزوج نبي الله إبراهيم كانت من مصر، وماريا أم إبراهيم ابن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت من مصر. فلذلك أوصى بنا نبينا صلى الله عليه وسلم خيرا. الزواج آية من آيات الله عز وجل الدالة على علمه وقدرته سبحانه وتعالى. نعم، قال ربنا جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير سبحانه وتعالى. الزواج آية من آيات الله عز وجل الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى. فعندما تحدث ربنا جل وعلا عن خلقه قال ربنا جل وعلا: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وعندما تكلم ربنا جل وعلا عن ذاته العلية قال ربنا جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل بينكم مودة، جعل بينكم محبة لتستقر هذه الحياة. ولكن لا بد وأن يحسن الإنسان الاختيار. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، أي أن الناس يطلبون المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. فماذا كانت وصية نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فهناك من يطلب المرأة لجمالها من أجل أنها جميلة وفقط، لا ينظر إلى الدين، لا ينظر إلى الأخلاق، لا ينظر إلى أي شيء آخر، لا ينظر فقط أنها جميلة. وطبعا كلنا حافظين يلي انت غاوي الجمال
روح القبر وتطلع تلاقي الجمال بجرمم والعظم متخلع. والله اللي يبص على الجمال عمره ما يشبع أبدا لو تزوج ب1000 امرأة أبدا. طيب واحد تاني يتزوج المرأة من أجل المال، من أجل أنها غنية، من أجل أنها سترث من أبويها مالا كثيرا، وبعدين يلي انت واخد القرد على ماله مش عارف تحافظين طبعا. وكم من عزيز أصبح ذليلا، وكم من غني أصبح فقيرا. وهناك من يتزوج المرأة من أجل حسبها ونسبها، فربما أذلته بحسبها ونسبها. فمن تزوجها من أجل مالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها من أجل نسبها وحسبها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لجمالها لم يزدها الله إلا قبحا، ومن تزوجها لدينها بارك الله له فيها وبارك لها فيه. لذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي إن لم تأخذ صاحبة الدين خبت وخسرت، وكأنك وضعت يدك على التراب. فاظفر بذات الدين التي إذا أمرتها أطاعت، وإذا غبت عنها حفظت. ذات الدين التي تتقي الله جل وعلا، التي تعرف حق ربها جل وعلا، وتعرف حق نبيها، وبالتالي تعرف حق الزوج، تؤدي حق الزوج بما يرضي الله جل وعلا. نعم، ذات الدين التي إذا أمرتها أطاعت، وإذا غبت عنها حفظت، وإذا أمرتها أطاعت، وإذا نظرت إليها سرت. ذات الدين التي تخاف الله جل وعلا. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، ولكن أقول يعني يا ليتنا نخفف في مهورنا، يا ليتنا نخفف في مهورنا، فلنتق الله في شبابنا، ولنتق الله في فتياتنا. واحد شاب يريد أن يتزوج، وبعدين طيب عاوزين واحد كده يكون رجل كويس ويعرف كده يتعامل معاه إلى آخره. المهم قالوا له والله الحج الفلاني ده هو رجل محترم جدا جدا، وممكن تروح لو يديك بنت ما فيش أي مشاكل خالص. تمام. فالمهم راح رجل محترم وتمام. فالشاب كده متعلم، فنظر إلى هذا الرجل وقال: أيا عماه يشرفني أن أطلب كريمتكم وأن تعطيننا وعدا جئنا الله راجينا، فإن وافقتم يا عماه فدعنا نفصل المهر، وخير البر عاجله ونحن البر راجينا. طبعا لما سمع الرجل الكلمات الحلوين ده حب يرد عليه برضه بنفس الكلام. قال له: أيا ويلداه نعم العلم في يمناك، ونعم الأهل من رباك، أما عن المهر يا ولدي فلا تسأل، فإننا نشتري رجلا وليس المهر يعنينا. وبعدين خلي بالك، وقال له: ولكنه يا ولدي، وبعد لكن دي يحط تحتها 30 خط، ولكنه العرف يا ولدي، والعرف يا ولدي يحميكم ويحمينا. وبعدين فمليون مقدمها و4 مؤخرها، وضع في البنك للتأمين 20، ومرسيدس فإن صعبت فالبوجوه تكفينا، وملبوس على البدن من الفستان إلى الكفن. وأما عن العرس يا ولدي ففشرة
طبعا ما حدش فيكم راح شيراتون وشاف هيلتون رمسيس وشيراتون ومش عارف ايه والكلام ده كله طبعا. واما عن العرس يا ولدي ففي الشيراتون فشأن ابنتنا شأن هند بنت خالتها وسعاد بنت عمتها وشيرين. طب الشاب المسكين ده يعمل ايه ويرد يقول ايه؟ فقال له ايا عماه خللها وضعها فوق رف البيت زيتونا فلو كان معي ربع المهر لكنت اليوم قارونا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثرهن بركة أيسرهن مؤنة. فلنتق الله جل وعلا في شبابنا ولنتق الله في بناتنا ولنعمل عملا يرضي ربنا جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى للعروسين أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير وأن يصب عليهما الخير صبا صبا وألا يجعل عيشهما كدا وأن يرزقهما الذرية الصالحة إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأترك المجال لفضيلة شيخنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يجعل خطواته في ميزان حسناته إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله. الله. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. تلاوة مباركة للقارئ الشيخ فضيلة الشيخ عز خلف شاكر المقيم بقاو غرب مركز طيمة محافظة سوهاج من أفراح آل عطية بالجبيرات مركز طهطا محافظة سوهاج. وإلى القرآن الكريم الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فمع القرآن الكريم وقارئ جمهورية مصر العربية وصعيد مصر فضيلة الشيخ عز خلف شاكر فليتفضل على بركة الله شاكرا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه.
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه وقالت امرأة فرعون قرة عين